هذه واحد البلاصه ماشي بزاف اللي تيهضروا عليها، وحتى اللي تيعرفوها كيتفاداو ويجبدوا سميتها. الناس اللي ساكنين في النواحي ديال ديك المنطقه تيقولوا بان ملي تيوصل الليل الجو فيها تيتبدل، الريح تطور بلا حتى شي سبب. الريح كتولي تسمعها ماشي غير كتحس بها وصافي. بزاف ديال الناس تيهضروا على حوايج غريبه وقعت لهم تما. العشرات ديال الشهادات نتاع الناس ديال المنطقه تيأكدوا بان ما مره ما جوج تيشوفوا شي حوايج ماشي منطقيين. غير اللي مشى وحضر لشي حاجه شافها بعينيه تما هو اللي تيتيق ديك الهضره اللي تتقال على هذه المنطقه، وحتى اللي شاف غالبا ما تيبقاش قادر يجبد هذا الموضوع مع حتى شي واحد. داكشي اللي في هذه البلاصه ماشي عادي، فيها الهدوء والرعب، فيها المرض ومن قبل كان فيها الدواء. بنايه كل حيط فيها كون يهضر يعاود قصص وقصص. في هذا الفيديو غادي نهضروا على قصه عاشوها 3 ديال الشباب مغاربه مشاو في رحله لإفران باش يبدلوا الجو. صدقوا رجعوا من إفران هما اللي مبدلين. العائله، السلام عليكم. الا طلع لك الفيديو ديالي اول مره فانا الشرقي، ولكن قبل ما نبدا وكما جرت العاده ضروري ما نشكركم على التعاليق، على الدعم، على الكلمات الزوينه اللي كتبتوا لي في الفيديوهات التاليين. ماشي لله تنبداها بالعائله، حيت صراحه كل تعليق من التعليقات ديالكم تعطيني واحد الفرحه وتعطيني واحد الكوراج انني نزيد نقلب على فيديوهات ونزيد نشارك معكم قصص اكثر. فشكرا لكم بجميع لغات العالم. واليوم غادي نعيشوا قصه خياليه على واحد المستشفى من المستشفيات اللي داروا الرعب سنين وسنين في الساكنه ديال المنطقه ديال بن الصميم. المستشفى سميتو مستشفى بن الصميم. هذا ماشي غير سبيطار عادي، وهذه ماشي غير قصه عاديه. فبلا ما نزيد نطول عليك بزاف ندخلوا مباشره للقصه. القصه تتبدا في مدينه الحاجب، وهي تتهضر على 3 ديال الدراري، 3 ديال الاصدقاء، صحاب خوت. داك النوع ديال الاصدقاء اللي كيكونوا قراب لبعضياتهم اكثر من الخوت. الاول واللي هو اللي عاود هذه القصه هذه سميتو عزيز، هو فرملي. وجوج الاخرين واحد سميتو سعيد وواحد سميتو محمد، هما بجوج حلاقين في الحومه في الدرب ديالهم. يعني مولف عزيز تيجلس معاهم دائما، تيشربوا قهيوات، كيلعبوا كره، هما مبليين بالكره بزاف. صحاب، يعني صحاب حقيقيين كيمشيو لكل حاجه مع بعضياتهم، وما بيناتهمش هذوك الفوارق الاجتماعيه ديال انا قاريم انا ما قاريش انا هادي. لا، واحد العلاقه ديال الصداقه اللي كتجمعهم بكل اخويه وبكل احترام لبعضياتهم. وهذه القصه وقعت في شهر 7، يعني في الطوب ديال الصاد، الطوب ديال الصيف. الجو تيكون حار سخون ديال بصح. وهاد 3 ديال الدراري هما كيف ما قلنا اصدقاء، ما بيناتهمش، ما تيخبعوش على بعضياتهم. ما عدا ان في هاد الوقيته كان واحد منهم اللي هو يوسف اللي حلاق حتى هو محمد، كان شويه تيدوز من واحد الظروف صعيبه. يعني عنده مشاكل عائليه وزيد عليه عنده مشاكل نفسيه شويه، واقعين له شي مشاكل بلا ما نهضروا عليهم في هاد القصه هذه. فكان تيدوز من واحد الظرفيه اللي صعيبه بزاف. والدراري صحابو تيسولوا عليه كل مره، تيحاولوا يعرفوا كيفاش بقات الحاله ديالو، كيفاش داير. ولكن هو ما بقاش تيجلس معاهم بديك الطريقه اللي كانوا مولفين. كيف ما شرحت لكم في الاول تيكونوا مع بعضياتهم في الحلوه وفي المره. غير هو في هذه الفتره وقع له بزاف ديال الحوايج اللي خليه راجع اللور، تيحاول يسد على راسو ويبقى بوحدو. حتى لواحد النهار الام ديالو، بحكم ان كيف ما قلنا صحابو كابرين مع بعضياتهم من الصغر، فحتى العائلات ديالهم مع بعضياتهم تيتعارفوا. والام ديالو تتعرفهم بالضبط، دائما عارفه بان ولدها عنده 2 صحاب اللي كاينين، عزيز ومحمد. صونات واحد النهار على هذا عزيز هذا، حيت هو اللي فيهم مطلوق بزاف، اجتماعي سوسيال، عنده مع كل شيء، مع الكبير ومع الصغير، وتيضحك، الشخصيه ديالو مرحه. فصونات عليه قالت له اجي بغيتك. قال لها واخا الحاجه. ملي سال الخدمه ديالو مشى عندها قصدها، ياك لاباس؟ طلع كي داير ولدي؟ لاباس. كي داير مع الخدمه؟ سولاتو على عائلته، سولاتو على كل شيء. وهي تقول له ما كاين ما نخبي عليك وليدي عزيز. قال لها مالك؟ المهم ياك لاباس؟ قالت له انت عارف سعيد دابا راه ما عرفتش مالو، تنحاول بجميع الطرق انني انا وخوتو نضحكوه نخرجوه
عييت معاه يمشي للخدمه، راه ما مشاش للخدمه شي 10 ايام هادي غير باش يبدل الجو، واخا ما يخدمش كاع، ولكن صراحه محتاجكم انكم توقفوا معاه تشوفوا مالو، حيت ما بغاش يهضر معنا حنا في الدار. وديروا شي حاجه، لعبوا شي ماتش الكره، حاول تخرجوا معاك. حاولت مسكينه ترغب على ولدها باش يحاول يخرج مع صحابه يتطلق شويه. فعزيز اكيد كيعتبرها بحال مو، هي كتعتبره بحال ولدها، يعني كبروا في دار وحده، كيقراو مع بعضياتهم، كياكلوا في اي دار، كابرين مع بعضياتهم، ما كاينش دوك لي بارير. فقال لها غير تهنى مامتي ما يكون غير الخير. رجع من موراها تلاقى مع الدري الاخر محمد، عاود له شنو قالت له الوالده ديال سعيد. قال له شنو عاودت لي وشنو عاودت لي، شنو بان لك؟ محمد حتى هو قال له هادشي اللي لاحظته وشفتو، ولكن دابا شنو المعمول، شنو نقدروا نديروا؟ قال له انا راه جاتني واحد الفكره، بحكم ان شهر 7 هذا والصيف، اش بان لك نديوه معانا الافران ولا شي حاجه، دوزو واحد النهير نشطو نضحكو، لا ربما نفسيتو تحسن. محمد تيعرف سعيد بزاف، تيعرفو حيت خدام معاه، وابار صحاب خدام معاه، تيدوز معاه النهار كامل قبل ما يوقع له هادشي اللي وقع في هاد 10 ايام التاليه. فقال له شوف انا ما تنظنش انه غادي يبغي يخرج، راه عييت منصوني عليه، تنصيفط له ميساجات في الواتساب تيبغيش يهضر معايا. وقال له شوف ضروري الوالده ديالو هي اللي تدخلات وهي اللي رباتني، فما يمكنش خصنا نديرو شي حركه. فداكشي اللي وقع مشاو عنده للدار، حلات لهم الوالده ديالو، دخلوا بحال الا ما هضراتش معاهم، هي دارت راسها ما عارفه والو، وهما مشاو لعندو نيشان، جبدو معاه الهضره، بداو تيهضروا على الكره، هو بارساوي وعزيز عليه الكره والبارسا بزاف، بقاو تيهضروا له على الكره شويه، وما يدخلوا معاه الموضوع ديريكت. قالوا له شوف نهار الحد غادي نمشيو ان شاء الله في رحله الافران. قال لهم لا وانا. قالوا له شوف نهار الحد غادي نمشيو لرحله الافران، ما كاين ما ولكن ما دي معاك والو، ما توجد حتى شي حاجه، غتمشي معانا، غتضحك، غتنشط وسالينا. صافي بغى يتعنت شويه، ولكن قدروا يقنعوه، ضحكوا شويه، شربوا كويس ديالها حتى يمشيو بحالهم. هادشي تقريبا كان نهار الخميس ولا الجمعه، يعني باقا واحد اليومين ولا 3 ايام باش يوصلوا نهار الحد. صافي هي هذيك من بعد ما داز ديك اليومين ولا 3 ايام، داروا نهار الحد غيتلاقاو مع 5 ديال الصباح باش يمشيو يستافدوا من نهار كامل طويل. عزيز هو اللي عنده الطوموبيل، فداز على محمد هو الاول هزو من الدار، وداز عند سعيد حتى هو هزو، وانطلقت الرحله ديالو. فين غادي يمشيو؟ غادي يمشيو اولا لازرو. هذاك محمد عنده شي عائله ديالو تما، قال لهم ندوزو دايزين في الطريق دايزين، فغنديرو الطريق ديال ازرو نشوف العائله ديالي ونكملوا الافران. داكشي اللي داروا، غاديين في الطريق ضاحكين فرحانين بخير. سعيد بشويه بشويه بدا تيتطلق، هو ملي تيكونوا الدراري تيبغي ما يبينش، كيبغي يبان طبيعي، بدا تيتطلق، بدا تيضحك، بداو تيدوزو وقيته زوينه، الامور مشات بخير. دوزو واحد 3 سوايع ديال الطريق تقريبا بيد ما وصلوا لازرو. ومدينه ازرو هي واحد المدينه صغيره جايه في الاطلس، جايه حدا افران، ما بعيداش على افران بزاف. وصلوا مع الوقيته ديال الفطور ديال الناس العاديين، حيت هما انطلقوا بكري، وصلوا مع ديك 9 10، دخلوا عند الناس لقاوهم يلاه تيفطروا، العائله اللي جاو عندهم جلسوا معاهم، ضحكوا، شدوهم، بغاو يجلسوهم معاهم النهار كامل. قالوا لهم لا راه عندنا غير نهار، جينا غير نشوفكم وراه حنا غاديين، ما عندناش وقت كافي باش اننا نجلسوا ندوزوا النهار كامل. صافي هي هذيك، قالوا لهم الله يعاون، سلموا عليهم، شدوا الطريق باش يمشيو لافران. وافران بينه وبين ازرو ما كايناش شي مسافه طويله، قريبه بزاف. فمادام انهم غاديين رحله، كل مره تيمشيو تيجلسوا في شي بلاصه كتبان لهم شي طبيعه، كيجلسوا تيرتاحوا مع راسهم، غاديين مفوجين، يعني تريب ديال الدراري شباب مع بعضياتهم، قولها وضحك عليها كيف ما تنقولوا، ماشي شادين الطريق في مره. تبان شي قهيوه تيجلسوا فين ما بان ليهم تيجلسوا، وهما غاديين في الطريق. فعزيز وبحكم انه فرملي فات ليه سمع على واحد السبيطار كاين في هاد النواحي، مشهور قديم، وتيعاودوا عليه شي قصص في شكال، وقالها ليهم، قال لهم راه كاين واحد السبيطار هنايا، خصنا نسولو شي واحد يقول لنا كيفاش عليه. هي هذيك من موراها هبطوا لواحد القهيوه صغيره، جلسوا شربوا قهيوه، ويدوز واحد الراجل كبير ويتجرأ عليه عزيز ويسولو. قالوا الحاج عافاك نسولك، ناض عنده هضر معاه، قال له الله يخليك بغيت نسولك على واحد السبيطار هنا يقولوا عليه شي سبيطار كبير وفيه شي حاجه ماشي هي هذيك، شنو سميتو؟ قال له تتهضر على السبيطار ديال بن الصميم. قال له بن الصميم مالو هذا السبيطار؟ عاود لي الحاج الا تعرف شي حاجه. وتا الحاج تيعاود له وهو يقول له علاش دير، اجي جلس معانا بعدا ما نبقاوش واقفين. هذاك الحاج ماشي من العاكزين، مشى جلس معاه، ملي تنقول حاج يعني راجل كبير، مشى جلس معاهم في الطبله، خواو له بريريت ديال اتاي في دوك القهاوي اللي تيكونوا في العروبيات ولا في دوك المناطق النائيه، ولا حتى اللي تيكونوا في الطريق تيكونوا مشهورين بالبرارد ديال اتاي. فكانوا حاطين واحد البريريت ديال اتاي، خواو له كويس،
جلسوا معاه بدا تيعاود ليهم وتيخوي ليهم كلشي. عاود ليهم على كيفاش تبنى السبيطار، قال ليهم بان بناوه الحمايه الفرنسيه في 1948. هو في الاساس بناه واحد الفرنساوي اللي كان مريض فيه الثقه ولا فيه شي حاجه في الريه ديالو، وما خلى حتى شي سبيطار، دار على العالم كامل وما لقاش الدواء. حتى قال له شي طبيب بان كاينه واحد المنطقه في المغرب فيها جو زوين، هو اللي وصفها له، قال له سير ليها. وداكشي اللي وقع، جا هذاك القاوري داك الفرنساوي جلس في المنطقه ديال بن الصميم واحد المده، حس براسو ولا زوين، ارتاح. من موراها رجع عند الاطباء ديالو، لقاوه برا، لقاوه تداوى، ما بقى فيه حتى شي حاجه. فمن موراها السلطات الفرنسيه عطات امر بان غادي تفتح سبيطار في ديك المنطقه. كانوا ساميينه هما واحد السميه فرنساويه على ما عاود لهم الشيباني، ولكن من بعد سماوه الناس ديال المنطقه بالسميه ديال المنطقه بن الصميم. وشرح ليهم بزاف ديال الحوايج، قال لهم هاد بن الصميم راه جايه التسميه ديالها من الصمايم. الكلمه ديال الصمايم هي ديك الوقيته في الصيف اللي تيكون فيها الحراره مجهده بزاف، وهكا الناس ديال المنطقه كانوا تيجيو لهذيك البلاصه حيت فيها الويدان وفيها الشجر وفيها الطبيعه كيتبردوا. وعاود له بان كان خدام السبيطار بخير وعلى خير، ما فيه حتى شي حاجه. حتى ل 1973 بداو تيخرجوا حكايات وقصص. دوك الفرنساويين مشاو في حالهم، ما بقاش الاستعمار في المغرب، شداتو السلطات المغربيه شويه. حتى دوك الفرامليه والناس اللي كانوا خدامين فيه بداو تيشوفوا حوايج غريبه، حوايج ما تدخلش للعقل. تما من موراها هو يتسد، بدا تيعاود ليهم عليه بزاف، وهما غير تيسمعوا وحالين فمهم ما متيقينش هادشي اللي تيتقال. محمد قال لهذا عزيز هذا، قال له ما يمكنش حنا عايشين في المغرب وما عارفينش هادشي. صافي هي هذيك واحد شويه الشيباني بغى يمشي بحاله، شكروه بزاف بزاف. وهو غادي هو تيوصي فيهم، تيقول لهم عندكم تمشيو لتما، عندكم وليداتي تحمسوا ديك المنطقه ما تمشيوش ليها. وما تيقولوا له صافي تانا الحاج حنا راه غير سولناك وصافي، ما عندنا فين غنمشيو، ما جايينش حنا باش نديروا المشاكل. قالها لهم مره اخرى حيت حس في عينيهم بان عندهم داك الحماس ديال الشباب. هو تيعاود لهم القصه وهما من دهشين وتيشوفوا فيه واحد النظرات توحي بانهم غاديين يمشيو لتما. وملي كان غادي في الطريق حتى بعد منهم واحد شويه ويعاود يدور، قال لهم حتى الا مشيتوا عندكم تجلسوا تما حتى الليل، وهو يمشي بحاله. من موراها سعيد هو يدور شاف فيهم بجوج، قال لهم هيا راه ما اتفقناش على هادشي وراه ما غنمشيش، انا عارف شنو تيدور لكم في راسكم. وما يبردوه قالوا له لا صافي تانا ما غنمشيوش، ما عندنا علاش نمشيو ندخلوا راسنا في هاد المشاكل، بلاش. صافي ناضوا من القهوه، خلصوا السيد، داروها مارش في الطوموبيل ديالهم وكملوا الطريق ديالهم، على اساس ان قال لهم الشيباني بان كاينه واحد الضايه تما، ضايه سميتها ضايه ديال بن الصميم، فيها واحد الجو يا سلام، كيجيو لها الناس صاحب الكومبينغ اللي بغى يخيم، فيها وديان، فيها واحد الماء طبيعي فن، تيجيو الناس يعمروا داك الماء من ديك المنطقه. يعني عاود ليهم بلي راه كاينه بلاصه الا بغيتو دوزو وقت زوين، غير بعدوا على المشاكل. فهما قرروا انهم غادي يمشيو لهاد البلاصه هذه. ولكن هما غاديين في الطريق، عزيز ما بقاش معاهم في الهضره، عقلو دخلاتو هاد الهلوسه الشبابيه نتاع بغى يمشي يكتشف، بغى يعيش شي مغامره، حتى هو بغى يحس بالادرينالين وبداك الحماس ديال الشباب، ديال انه تيعيش شي حاجه اللي غريبه اللي ما مولفش ولا ما ديش تحلو فرصه باش يعيشها بزاف ديال المرات في حياته. فبقى غادي ساكت ساكت واحد شويه ويدور لعندهم، قال لهم شوفوا انا الا درتو لي بالراي هضرني راسي، نمشيو الدراري غير نشوفوا شنو واقع، واخا غير نوقفوا من برا نشوفوا شنو كاين ونرجعوا. ما يمكنش هادشي اللي عاود لنا الشيباني، فضرني في راسي وبغيت نمشي نشوف واش هادشي اللي قال بصح ولا غير الناس ديال المنطقه نتوما عارفين فاش تخرج شي اشاعه كل واحد كيأولها بطريقته، كيزيد فيها وكينقص فيها حتى كتولي كتخلع، وهي راه غير فقاعه ما تستاهلش. صافي هي هذيك اتفقوا على واحد الحاجه، قالوا غادي نتسناو نصليو المغرب وغادي نمشيو تما نجيبو غير دويره من برا نشوفوها كيفاش دايره ونمشيو بحالنا. هذا هو الاتفاق اللي كان ما بيناتهم. داكشي اللي كان، تسناو حتى ودات المغرب، صلاو المغرب وهما ينطلقوا بالطونوبيل وغاديين تيسولوا حتى وصلوا لواحد المنطقه اللي ما غاديش تدوز فيها الطونوبيل، فحطوا الطونوبيل وهبطوا يكملوا على رجليهم. والجو من مورا المغرب، يعني ما بين المغرب والعشاء، تيكون داك الجو ديال ما بقاتش الشمس وبدا تيطيح الظلام بشويه بشويه. هو جو زويون في ديك الوقيته، ولكن كون ما كانوش في هاد البلاصه. ملي هبطوا من الطونوبيل عزيز يعاود بان غير حط رجليه في الارض
تفكر الهضره ديال الشيباني اللي قال لهم عندكم تجلسوا حتى الليل، فمباشره وقف ليه الزغب ديال صحته. منطقه فيها واحد الهاله غير تتوصل كتحس بيها، ولا داكشي نفسي حيت هما جايين مهيئين نفسانيا بان البلاصه تتخلع، فمباشره التهيؤات يبداو يجيوك بلي هاد البلاصه فيها شي حاجه ماشي طبيعيه، واخا تكون كاع طبيعيه. فهبطوا على رجليهم، وصلوا لواحد الواد، وهما يوصلوا لهاد المنطقه اللي الارتفاع ديالها على سطح البحر واصل ل 1511 متر، يعني بلاصه عاليه بزاف. الاكسجين ديالك كتحس بالريه ديالك تتنفخ وانت تتمشى بدوك الجبال. ملي قربوا تيبان لهم واحد البنايه كبيره وداير عليها الشجر من كل بلاصه، والشجر طويل، الشجر كبير، والمنطقه ما بقاش فيها البلاصه من يندوزوا الطوموبيلات ولا حيت ما تيوصلوش ليها الناس، فكترات فيها دوك الاعشاب والشجر نابت في كل بلاصه. المنطقه ديال الاطلس معروفه بالشتاء، تطيح الشتاء تما والشجر تيكبر بواحد الطريقه ما شاء الله. بلاصه تتخلع، وسيرتو في هذه الوقيته ديال الظلام يلاه تيبدا يدخل الانسان عقله عامر بهذه الافكار، فماشي ساهل انك تدوز في هذه الوقيته في هذه البلاصه هذه. ولكن هما بقاو مصرين وبقاو غاديين، تيقربوا للبنايه، تيقربوا، كل ما قربوا تيحسوا بالبلاصه تضيق عليهم، تيحسوا بان بصح شي طاقه ماشي هي هذيك هنا في هذه البلاصه هذه. لدرجه كانوا تيهضروا مع بعضياتهم، واحد شويه سكتوا، الهضره ما بيناتهم نقصات، كل واحد كيتمشى وحاضي فين تيحط رجليه، وتيبداو يسمعوا غير داك الصوت نتاع الخطوات اللي كيوطاو على داك الاعشاب اللي كتكون مات، كدير داك الصوت. هما غاديين وهما تيقربوا، وكلهم تيدور لهم في راسهم اش جايين نديرو حنا حنا واش جايين الافران تساراو ولا جايين نعيشوا فيلم ديال الرعب ماشي ليه برجلينا. ولكن ديك الشجاعه ديال الشباب، حتى واحد فيهم ما راضي يقول بانني خايف، كلهم زاعمين وكلهم غاديين حتى تيوصلوا للبنايه. بنايه كبيره فيها بزاف ديال الشراجم، بزاف ديال البيبان، صعيب انك تدور عليها كامله، صعيب انك تشوف المناطق ديالها كامله. مساحه ديال 35 قطار فاش مبني هذا المستشفى هذا. فبقاو تيشوفوا اغلبيه ديال الشراجم مهرسين، البيبان مهرسين، كلشي مخرب، الكتابات في الحيوط، بزاف ديال الحوايج اللي ماشي طبيعيه. وعلى مر السنوات السبيطار بقى في ديك المنطقه، وبداو تيجيو الناس الشماكريه كاع اللي بغى يدير شي حاجه ماشي هي هذيك، زائد حوايج اللي تيوقعوا تما خلاو هاد البلاصه عرضه ان يكونوا فيها حوايج اللي خارقه للطبيعه. بقاو تيشوفوا في بعضياتهم وهما يدوروا العزيز، قالوا له انت اللي جبتينا لهنا، انت اللي شوف شنو غادي دير، واش غادي تدخل ولا يلاه نمشيو بحالنا. هو بقى تيشجعو عاوتاني، وها يلاه الدراري، وانتم حنا وصلنا موقع والو، شنو مالكم مناش خايفين. ولكن هما ما عندهم ما يديروا، حتى واحد فيهم ما قادر يبان بانه خايف، هما باغيين يرجعوا بحالهم. ولكن عزيز عنده راي اخر، باغي يكتشف، ما بقاش باغي غير يشوف من برا، ولا تيبان له يدخل يشوف من الداخل. وداكشي اللي وقع، بقى تيقلب على شي بلاصه منين يدخلوا، الشراج مهرسين والبيبان مهرسين وسادينهم باش ما يدخلوش ليهم الناس. ولكن كاينين تقابي منهم واحد الشرجم لقى فيه واحد التقبل اللي يقدروا يدوزوا منها، هو يدخل وهما يتبعوه، وكون غير ما تبعوهش. دخلوا بثلاثه، البلاصه مظلامه حيت مازال برا القمره شويه دايره الضوء، ولكن لداخل الظلام ما كاين لا ضوء لا حتى حاجه. بقاو غير تيشوفوا ما تيشوفوا والو، جبدوا التليفونات بالبيله ديالهم تيشوف غير حداه، ما يمكنش تشوف مسافه بعيده شنو فيها. فبقاو تيهضروا مع بعضياتهم، بقاو تيذكروا الله، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بعدا تيحسنوا راسهم. وهذه حاجه اللي زوينه، انهم كانوا ناس شباب مخلقين مؤدبين قاريين، ناس ولاد اصول ولاد الناس. غير هو داك الطيش ديال الشباب معروف، واحد كيبدا يزعم في واحد حتى كيصدقوا غاديين شي مصيبه لا قدر الله. فهما جالسين لداخل ما عارفينش واش يطلعوا ولا يهبطوا، حيت البلاصه كبيره بزاف والدروج كاينين الفوق والدروج كاينين لتحت، ما عرفوش فين يمشيو. ما داش وقت بزاف حتى بداو تيسمعوا شي دري صغير تيبكي، وبداو تيشوفوا في بعضياتهم واش بصح سعيد شاف محمد، قال له واش تسمع هادشي، محمد شاف عزيز قال له واش بصح هادشي. بداو بيناتهم يلا نمشيو شنو تنديرو هنا، بداو تيبانيكاو، بدا تيدخلهم الرعب. وهو يهضر معاهم عزيز قال لهم اسكتوا اسكتوا خليونا نسمعوا بعدا واش بصح هادشي. ملي سكتوا تيزيدوا يسمعوا البكا ديال دري صغير. ولكن اش جاي يدير دري صغير في سبيطار اللي من المفروض كان
تيداو فيه الناس اللي مرض بريه ما كانش عنده علاقه هو بالطفوله ولا بالولادات ولا فاش تيدير دري صغير هنا فزرب عليهم عزيز قبل ما يقولوا له يلا نمشيو قال لهم يلا نطلعوا نشوفوا شنو كاين. ياك ما هاد البلاصه هذه اللي قالوا لنا الناس كيتجمعوا فيها حتى الشماكريه وتيتجمعوا فيها الناس اللي متشردين، ياك ماشي مراه متشرده هنايا حاطه ولدها ونساتو ولا سمحات فيه شي وليد صغير يكون تيموت، يلا نمشيو نشوفوا. هما غير تابعين وما عارفين يقولوا لا ما عارفين يقولوا يلا بداو تيطلعوا في الدروج، طلعوا الدروج الاولين باش يوصلوا للبريمير ايطاج، ما وصلوش للبريمير ايطاج لقاو راسهم بحال اللي يلا بادين الدروج من جديد، ولاو طلعوا في دروج اخرى باش يوصلوا للبريمير ايطاج، ما وصلوش للبريمير ايطاج لقاو دروج وحدين اخرين. وهما في هاد الدروج زاد الغوات كتر وزاد الصداع كتر، ولا تيتسمع الصداع من هنا والدراري تيبكيو من هنا وحالات غريبه، الصوت كيجي من كل بلاصه. وهما باغيين غير يطلعوا باش يطلوا في شي بلاصه الدروج ما تتسالاش، كيطلعوا من دروج وكيلقاو دروج، كيطلعوا من دروج وكيلقاو دروج، والغوات كتر وهما شادين في بعضياتهم. فريمون ظرفيه اللي كان الانسان يقدر يسكت له فيها القلب بقوه الخلعه. الحاجه الوحيده والرحمه ديال الله هو ان في ديك الوقيته بدا الاذان ديال العشاء تيودن، ومع بدا الاذان ديال العشاء تيودن داك الصداع سكت، وداك الدري الصغير اللي كان تيبكي ما بقاش يبكي وكل شيء سكت. فجاه شافوا راسهم بانهم وصلوا للفوق اللي كانوا ما قادرينش يوصلوا له. هو يقول لهم سعيد دراري يلا انا غنمشي بحالي، شد لهم في يديهم وما هبطوا طريق طويله ما بقاوش عارفين منين دخلوا بالضبط، مع ديك الخلعه وداك الدروج اللي بقاو تيطلعوا وداك الصداع وداك الغوات اللي كان تلفوا. منين غنمشيو واش هكا ولا هكا؟ بقاو غير دايرينها في يد الله وتيجريو في واحد الكولوار تيجريو وما حد هادشي ساكت، ما حدهم سكتوا، ما بقاش حتى شي صداع ما بقى حتى شي حركه، خصنا نخرجوا من هاد البنايه هادي هكا تيقولوا. فبقاو تيجريو تلقاو واحد الشريجين بان ليهم منه شويه الضوء، الحمد لله نقزوا من الشرجم. مع نقزوا لقاو تستيفه ديال الكلاب وديال القطوطه واقفه تتشوف ما تدير حتى حركه. كون جبتيهم وبغيتيهم يوقفوا بهذيك الطريقه ما يمكنش يوقفوا بهذيك الطريقه، يعني شي حاجه ماشي طبيعيه. والخلعه كتزاد والظلام طاح، العشاء تتودن والشجر ما تيبقاش بديك الزواقه الزوينه ديال الخضوريه اللي كيبان بها في الصباح ملي كتكون الشمس وتيكون الجو زوين، اللي كيوليو الظلال ديال الشجر. الخلعه كتخلع غير من الشجره بوحدها واقفه كتخلع. فما ادراك من هادشي اللي شافوا هاد الغوات اللي شافوا، وسورتو هاد اللقطه ديال هاد القطوطه وديال هاد الكلاب، واش هما بصح قطوطه وكلاب ولا شي حاجه اخرى. المشكله هي ان الطوموبيل بعيده شويه، هي ماشي بعيده بزاف، ولكن في هاد الحالات اللي تيكون بنادم خايف ورجليه فاشلين عليه راه خطوه وحده كتبان بعيده. فبقاو تيجريو وتيذكروا الله وتيقراو القران وتيجريو حتى وصلوا للطوموبيل بعد عناء طويل. داروها مارش وهما يهربوا. عزيز اللي صايق ما تيهضرش، محمد ما تيهضرش، سعيد ما تيهضرش، شدوا الطريق مباشره بكل سرعه مده ديال 4 ساعة ولا 20 دقيقه وهما غير تيجريو في الطريق. فجاه شنو غيوقع؟ سعيد اللي كان مريض وكان نفسيته محطمه بدا تيضحك غير بوحدو، بدا تيكركر. هما شافوه تخلعوا وسط داك السكات، يبدا واحد تيضحك غير بوحدو ماشي طبيعيه. مالو؟ ياك ما وقعت له شي حاجه؟ دارو بداو تيشوفوا فيه تيسولوه مالك ياك لاباس؟ لقاوه بان راه ما بيه حتى شي حاجه، راه بخير، غير جاتو الضحكه جاتو الهستيريا داك الفوغيغ ديال كان مكبوت وسط منه الخلعه. وملي حس بان راه في الامان ويطرطق ديك الخلعه بالضحك، وهما ملي شافوه تيضحك حتى هما بداو تيضحكوا بداو تيشدوا في بعضياتهم. كنا غنموتوا هاد الدراري شنو وقع لنا؟ واللي تبعك عزيز انت تدينا غير لشي مشكل. بداو تيشدوا في بعضياتهم، رجعت فيهم شويه ديال الحماس وشويه ديال الحياه. وفي اخر المطاف ما وصلوش لهاد الافران اللي كانوا باغيين يمشيو ليها كاع، تخربق البروغرام كامل وبقاو عافطين في الطريق حتى لقاو راسهم وصلوا لازرو اللي اصلا جاو منها في الاول. هما ما كانوش ناويين يرجعوا من نفس الطريق، ولكن حتى الرحله ما كانش مفروض دوز بهذه الطريقه هذه. وسبحان الله العظيم كانت بحال شي حاله ديال العلاج بالصدمه لهاد سعيد هذا اللي كان مأزم وكانت نفسيته ضايقه وكان داخل في واحد الاكتئاب كبير. فجاه هاد الصدمه ديال هاد الخلعه الكبيره اللي عاشها رجعت فيه النفس، بحال الا خلاته يفهم بان الحياه ما تستاهلش. ما احنا راه في اي لحظه كنت غنحماق ولا كنت غنموت كاع، علاش انا هز هاد الهم؟
بدا تيضحك. ولكن كل واحد فيهم بينه وبين راسو انا متاكد بانهم واعدوا راسهم ما باقيش يعاودوا يديروا مغامره بحال هذه. فالطريق كامله هما تيهضروا تيضحكوا حتى ولاو رجعوا كل واحد مشى لدارو. دازت الامور ديك الليله بخير. الغد ليه تلاقاو في المحل ديال الحلاقه بداو تيضحكوا وتينشطوا، وبقات هذه ذكرى من الذكريات اللي بدلات لهم حياتهم. فربي كبير سبحانه، وما خاصش الانسان يبقى يحط راسو في مواقف اللي يقدر يجيله منها اذيه واذيه كبيره. هادشي اللي كان في هذه القصه ديال اليوم. نتمنى تكون عجباتكم، نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا، ونتمنى قبل ما تخرجوا ديروا لايك. الا ما كنتي مازال ما ابونيش دير ابوني، كبروا العائله، نزيدوا نتحمسوا نديروا فيديوهات اكثر. وإلا وصلتي معايا حتى لهاد المرحله بغيت نشكرك شكرا بزاف. نتلاقاو في فيديو جديد، قصه جديده ان شاء الله. تحياتي.